المرأة تعلمات تهتم بالجميع، ولكن حتى واحد ما علمها تهتم بروحها. تعلمات تشد الدار وتشد الأولاد وتحل المشاكل وتشد الحزن في قلبها، ولكن حتى واحد ما جلس معها وقال لها وانتي شكون غادي يشدك؟ أختي استمعي مزيان، إلا كنتي عايشة هاد الغصة كملي معايا باش نفضحوا الحقائق والأسباب وتلقاي الخطوة للتغيير. مرحبا بك إلا وصلتي حتى لهنا، فراه قلبك كيطلب الهدوء وكيستحق يسمع شي صوت صادق. أنا معاك هنا في سرباء الصدى، أين يمشي الصوت ويبقى الصدى. علاش كتعيش المرأة هاد المعاناة؟ علاش كتخاف تعبر؟ وعلاش كتفرط في حقها؟ علاش كتحتار؟ وعلاش كتطيح في العلاقات الخاطئة؟ علاش ما كتعرفش شنو بغات؟ ماشي خطأ منها، ولكن لأنها ما تعلماتش أصلا تسول راسها وانا شنو بغيت. قبل ما نلومو المرأة خصنا نلومو المجتمع اللي بنات عليه حياتها، مجتمع ربى البنت على السكات، رباها على الخوف، رباها على التنازلات، ومن بعد كيجي يحاسبها علاش ضعيفة وعلاش ما كتواجهش، علاش كتبكي بالليل وكتسكت بالنهار. مجتمع كيطلب من المرأة تكون ملاك وكيعطيها واقع خاصو جبروت. مجتمع كيمدح الصبر وما كيهضرش على حق المرأة ترتاح. مجتمع كيغير القوانين ولكن ما كيغيرش العقلية، والمرأة كتخلص الثمن بوحدها. هادشي كامل ماشي حيت هي ضعيفة، ولكنها تربات باش تكون صالحة ماشي باش تكون صالحة لنفسها. المرأة ما عمرها تلقات المساحة باش تغلط. الرجل مسموح ليه يغلط ويتعلم في المجتمع ديالنا، والطفل مسموح ليه يغلط ويتربى، ولكن البنت كان لازم تكون كاملة من أول نهار، وهذا كيخلق الخوف، القلق، عدم الثقة عند المرأة، الرغبة في الكمال والضغط الداخلي اللي كيتفجر مع الوقت عند المرأة. المرأة ما كتوصلش لهذه الحالة غير لأن الدنيا قسات عليها، لأن التربية زرعت فيها أفكار ما كانتش واعية بها. وخاصنا نقولوا كلمة حق، راه المعاناة ديال المرأة هي معاناة الرجل، ماشي صراع ديال الجنسين، لكن الصراع اللي في المجتمع ديالنا هو الصراع ديال الطبقات. في العالم اللي فيه الفقر وفيه الضغط والعيش بصعوبة، الراجل كيتسحق من جهه والمرأة كتستحق معاه، وكل واحد كيكمل الآخر في الآلام بلا ما يحس. وأكبر سبب معاناة ديال المرأة هما الطابوهات اللي عاشت في وسطهم من صغرها علموها كيفاش تكون مؤدبة، ولكن ما علموهاش كيفاش تدافع على الرأي ديالها. علموها تصبر، ولكن ما علموهاش حدود الصبر. علموها تخدم وترضي الآخر، وما قالوش ليها راه حتى انتي محتاجة اللي يرضيك. كبرت المرأة على هاد الشي، حتى في واحد اللحظة لقات راسها عيات وتشتات، كتدور في الحياة بلا اتجاه. وفي وسط هاد الشي كامل المرأة كتسائل مع نفسها، علاش كنخاف نعبر؟ علاش كنخاف نواجه؟ علاش كنرضى دايما بالقليل؟ حيت في الداخل ديالها كاين واحد الصوت قديم كيقول لها سيري وسمعي وما تزعفي حتى حد، ورضي الناس كاملين وما تقوليش لا، حيت الا قلتي لا راه عيب. وهذا الصوت هو اللي قتل الصوت ديالها الحقيقي، ومنين قتل الصوت قتل الثقة، قتل الجرأة، وقتل الرغبة في الحياة. والمرأة دابا ما محتاجاش غير اللي يفهم عليها، هي محتاجة اللي يوقف معاها ويقول لها راه اللي وقع ليك ماشي ذنبك. واليوم اختي غادي نقولها لك بالصوت واضح، راه التربية هي اللي خلقاتك، ولكن الوعي يقدر يحررك. التغيير الحقيقي كيبدي بصوت صغير وبهدوء. قولي راه عندي حق نرتاح، وعندي حق نقول لا، عندي حق ما نبررش، وما تشرحيش علاش قلتي لا. خطوة وحدة يا اختي، راه غادي تحسي براسك رجعتي كتعيشي بوعي ماشي بردة فعل. اليوم اعطي لروحك فرصة تتنفسي، فكي الطابوهات اللي تربيتي عليها وبدي تكتبي تربية جديدة انتي اللي كتخلقيها ماشي اللي خلقوها فيك. واخا نقولوا كل شيء، غادي يبقى السؤال الحقيقي، واش انتي مستعدة تغيري حياتك؟
ولا غادي تبقاي تعيشي بطريقة تربيتي عليها وما عمرها كانت ديالك؟ تغيير ماشي كلام، تغيير قرار في يدك، قرار باش توقفي الهضرة اللي دازت وتبدي تسمعي لصوتك، قرار باش تختاري صحتك النفسية قدام رضا الناس، قرار باش تقولي أنا غادي نعيش بالحقيقة ديالي ماشي بأفكار زرعوها فيا. وإيماني كبير أن أي امرأة كتسمعني دابا عندها القدرة تبدي وتبدي اليوم ماشي غدا، حيت المرأة اللي واعية ما كتستناش الإذن، كتاخد الخطوة وكتحرر ذاتها من الماضي الأليم اللي خلق لها المعاناة. وهذه أختي البداية الحقيقية. سرباء الصدى مساحة هادئة كنرجعوا لها ملي كيكتر الضجيج في حياتنا. هنا الصوت كيصبح دواء، والكلمات كتلقى طريقها للروح بلا ما نضغطوا عليها. أنا عائشة الركراكي كنحكي بصوت على القصص اللي كنخبيوها بين السطور، لحظات القوة ديالنا، لحظات الضعف، التعب، بداية جديدة، وذكريات اللي علمتنا نوقفوا على رجلينا من جديد. هنا غادي تلقاي حديث صادق، حنان، تجارب نسائية، تأملات من القلب للقلب، فضفضة. سرباء الصدى قناة صوتية بصوت أختكم عائشة الركراكي. تحياتي لكم من القلب، واللي عجبها المحتوى تشترك، ولكم مني أغلى التحيات.